نورتوني في فيديو جديد. هنقول بسم الله ونعمل مع بعض احلى توابل برياني عمرك ما هتجيبيها من بره الا لو عملتيها بايديكي. يلا معانا نشوف المقادير. هي التوابل كتير شويه بس عادي كلها ممكن تكون عندك في البيت الا حاجات بسيطه. ده الخلنجان بيبقى عند العطار بس يستحسن تجيبيه مطحون لان الكبه معاكي ممكن تبوظ منه. تمام، انا حطيت معلقه كده صغيره من التشيلي فليكس اللي هي الشطه، معلقه صغيره حبهان، معانا شويه ورق لورا محطوطين برضو، معلقه صغيره من القرنفل. تمام، انا بقول لك الاول مقادير المعلقه الصغيره بعدين هنخش على اللي هنحطه معلقه كبيره. معلقه صغيره من الفلفل الاسود بالشكل ده. الخلنجان ده يطحن معاكي لو عندك المطحنه اللي بتبقى عند العطارين القويه شويه، لكن المطحنه العاديه هتبوظ منك. نيجي بقى للمعلقه الكبيره، معلقه كبيره من القرفه، معلقه كبيره من اليانسون، ومعلقه كبيره من الشمر. يبقى معلقه شمر، معلقه ينسون، كل دي المعلقه الكبيره. معلقه كبيره من الكزبره، حطيت معلقه كمان، معلقتين كده كزبره. الكركم معلقه كبيره، الكمون معلقه كبيره، هو فيه بس مكون انا نسيته اللي هو الجنزبيل البودر، هتحطي برضو معلقه كبيره. انا حطيته هنا. تمام، احنا بقى ناخد كل التوابل دي، عايزين بس نديها كده ايه، تحميصه بس كده بسيطه خالص. تبداي تديها تحميصه خفيفه، واول لما تبرد هتروحي على المطحنه هنطحنها مع بعض. انا بجد مش عايزه اقول لكم انا لما عملت بيها رز البرياني كان طعمه ازاي، كانت بصراحه فوق الوصف. مفيش زي التوابل اللي انت بتعمليها بايديكي، وانا بحب دايما اعمل معاكم التوابل. شايفين بقى التوابل والله ريحتها رهيبه رهيبه رهيبه. انا بقى هي بصراحه مليت لي برطمان صغير من بتاع الصلصه، كميه حلوه جدا والتوابل كلها عندك في البيت. يمكن بس ممكن اللي هتشتريه من بره هو الخلنجان. ادي توابل البرياني، اعملي بيها احلى وصفه برياني بألف هنا وشفا. اتمنى الوصفه تعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. سلام.